تقريبا دي اكتر جملة كنا بنسمعها على مدار الشهور اللي فاتت، وكانت عاملة قلق كبير قوي ما بين الناس، خصوصا بعد قرار الاتحاد الاوروبي بالحد من التركيزات المسموحة للريتينول، فخلت التركيز المسموح للبشرة هو 0.3 والتركيز المسموح للجسم هو 0.05. وكل الناس قالت ادام الاتحاد الاوروبي منع ده يبقى الريتينول خطر، واحنا مش فاهمين ليه لسه في امريكا متداول واحنا كعرب بنستخدمه. ولكن المعلومة دي ما كانتش صحيحة 100%، لان الريتينول مش خطر ولا حاجة، وهم عملوا المعلومة دي او عملوا القرار ده عشان الناس بتوفر يوز او بتستخدمه، بتعملوا ابيوزنج، يعني بتستخدمه بشكل غير صحيح. والاتجاه دلوقتي عامه ان احنا نستخدم حاجه بديله للريتينول زي الريتينال. طب هل هم فعلا بدايل بعض؟ هيكون ده موضوع الحلقه النهارده. هكلمكم على اكتر منتج مشهور وكان عليه هايب الفتره اللي فاتت، وهو ذا اوردينري ريتينال ايمولشن، ولكن بفكركم برضو ان هو مقاطعه، وعشان كده هقول لكم كل البدايل الكوري اللي جواها ريتينال، وهنشرح ايه اصلا الريتينال ده في الحلقه. هقول لكم فوائد واستخدامات ومحاذير وتركيزات وكل حاجه محتاجين تعرفوها عشان تدخلوه بامان في الروتين بتاعكم. كملوا معايا الحلقه للاخر عشان هقول لكم كل حاجه محتاجين تعرفوها عن ماده الريتينال. فعشان ما اطولش عليكم، واللي لسه مش عارفني، انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. الريتينول بنعتبره الليكويد جولد ان ديرماتولوجي. يعني ايه؟ يعني الذهب في علم الجلديه، لان فعلا الفوائد العظيمه اللي بناخدها من الريتينول كتير جدا. وعشان كده شركه زي ذا اوردينري عامله كذا نوع من انواع السيرامات اللي جواها الريتينول، عامله ريتينول وعامله ريتينال وعامله جرانكتيف ريتينويدز، وانا عرفتكم الفرق قبل كده ما بينهم في فيديو على يوتيوب. هنا هحط لكم اللينك بتاعه فوق لو حد عايز يعرف الفروقات ما بين الثلاث سيرامات. ولكن انا ما اتكلمتش قبل كده عن الريتينال، فعشان نبعد بقى الشركه على جنب انا عايزه اكلمكم على الماده الفعاله دي. الريتينال هو مشتق من مشتقات فيتامين الف، له فاعليه اقوى 11 مره من الريتينول، لانه في التركيبه بتاعته بيحتاج يتحول للريسينويك اسيد عن طريق خطوه واحده. طب ايه هو الريسينويك اسيد؟ هو الماده الفعاله اللي بتشتغل على جلدنا. اما الريتينول فبيحتاج في التحويل لخطوتين عشان يوصل للريتينويك اسيد اللي هو برضو بيشتغل على بشرتنا، فبالتالي فعاليه الريتينال اقوى من الريتينول. والجميل اللي فيه ان هو بيعمل تهيج اقل على البشره كتير او اعراض جانبيه اقل من الريتينول، مناسب لكل انواع البشره. ولكن انا كناديه لما باجي ابص على سيرم فيه ريتينال بهتم قوي بالتركيز والتركيبه. يعني مثلا 0.05 ريتينال يساوي ريتينول نص او 1% كمان من حيث الفعاليه. قبل ما نكمل اعملي لايك للحلقه ويلا بينا. طب هل فوائد الريتينول زي الريتينال؟ المفاجأة بقى ان الريتينال مش بس اقوى 11 مرة من الريتينول وبيعمل اريتيشن او تهيج اقل، ولكن ليه خصائص انتي بكتيريال، يعني مضاد للبكتيريا، فبالتالي هو مناسب اكتر للبشرة الحساسة المعرضة للحبوب او اللي فيها حبوب اصلا. طب كده اقوى 11 مرة، ليه خصائص مضادة للبكتيريا، مناسب لكل انواع البشرة، بيحفز انتاج الكولاجين ومضاد لعلامات تقدم العمر. فالسؤال الاوقع هو ليه الريتينال مش كتير في السوق زي الريتينول؟ بمنتهى البساطة لأن الريتينال مركب unstable. يعني إيه؟ يعني مش ثابت، بيحتاج ظروف تصنيع معينة عشان يطلع المركب صح ويشتغل صح. ظروف التصنيع دي باختصار عشان نفهمها مع بعض إن المركب يكون encapsulated يعني مغلف عشان يطلع على الجلد بالراحة بصورة معينة كده، وده بيحتاج طبعا مصاريف كتيرة قوي في التصنيع. وتاني شرط ان هو بيحتاج حاجة اسمها airless pump. يعني ايه؟ يعني العبوة اللي هو جواها كمادة فعالة لازم تكون مضغوطة وما فيهاش هواء. وده اللي خلى ناس كتير قوي لما تيجي تستخدم براند ذا اوردينري الريتينال ايمولشن تقولك ده ما بينزلش، العبوات فيها حاجة. ولكن فعليا هو الصح عشان لما نيجي نستخدمه صح بنضغط 10 ضغطات، ولو ما نزلش بنخبط كده تخبيطه بسيطه زي ما انا مورياكم في الفيديو وبعدين بينزل. وده اصلا معمول مش عشان المنتج وحش او الشركه مش عارفه تصنع صح، معمول عشان الثبات والفعاليه بتاعه المنتج تكون ممتازه جدا. وعشان كده لما ده اوردينري ينزلوا المنتج بقى بس سيلر في 24 ساعه بالظبط. تعالوا اكلمكم عن تركيبته بالتفصيل وبعدين نقول البدائل بتاعته. قبل لما نكمل حابه افكركم ان انا بعمل استشارات روتين كامل لاي حد محتاج ده
عندنا نتائج حلوه جدا على انستجرام، فما تنسوش تعملوا لي فولو هناك، شوفوها في الهايلايتس. كل الناس اللي متابعه معايا النتائج بتاعتها بعد اسبوعين وبعد شهر وبعد 3 هتنبسطوا قوي ان شاء الله. المنتج ده اهم فايده ليه ان هو مضاد لعلامات تقدم العمر، ودي فعلا حاجه بنلاحظها في الخطوط والعلامات الوجه التعبيريه اللي موجوده لما نبدا في استخدامه. وكمان الحلو اللي فيه ان هو بيشتغل على التصبغات دايركت، وبتلاقي منها او بتلاقي من المنتج فعاليه على الاثار الحبوب وعلى التصبغات الغامقه من اول اسبوعين استخدام. ولكن لو عايزه تاخدي الفعاليه الكافيه من الاثنين سواء علامات تقدم العمر او لعلاج التصبغات، انت محتاجه 10 اسابيع استمراريه في الاستخدام. جلو حلو للبشره وليه لمعه كده معينه لما الناس بتستخدمه بتخلي فعلا الوش جلوي تاني. بس قبل لما اقول لكم التركيبه، في شكوى عامه كده من المنتج ده ان هو لما بنحطه على بشرتنا بيعمل زي صبغه صفرة على وشك، يعني كانك عامله تان وانت مش عامله تان اصلا. وكل الناس السكين ستيننج دي كان مضايقهم قوي، ولكن ده بسبب تركيز الريتينال العالي. وممكن طبعا لو انت حطيتيه ونمتي يعمل نفس القصه على المخده، يبهت يعني على المخده، فعشان كده دايما بيفضل استخدامه قبل النوم بساعه. طب اللون الاصفر الكركم ده بيروح ولا الوضع ايه؟ طبعا بيروح لما نيجي نغسل وشنا تاني يوم الصبح، وبيديكي الجلو اللي انا لسه قايله عنه. اهم حاجتين في التركيبه طبعا الريتينال 0.2 ايمالشن وانكابسوليتد زي ما اتفقنا، وتاني حاجه هي السينثيتيك اوت اكستراكتس او انالوجز، ودي عباره عن مستخلصات من الشوفان. المواد دي بتقلل التهاب وتهيج البشره عشان يضمنوا ان المنتج يبقى امان جدا وما يعملش حاجه اسمها ريتينايزيشن او البيرجنج او الحبوب اللي بتطلع فجاه لما تيجي نستخدم اي من مشتقات فيتامين ا. فهم عاملين حاجتين مخلينها انكابسوليتد وحاطين خلاصه المواد اللي فيها اللي زي الشوفان دي عشان تقلل الالتهاب والتهيج بتاع البشره، واي حد ينفع يستخدمه. لا ثانيه واحده، مش اي حد ينفع يستخدمه في المطلق، اي حد متعود على الريتينول او مشتقات فيتامين ا ينفع يستخدمه. عشان كده في تدريج معين احنا بنمشي بيه قبل لما نستخدم الريتينال اللي هو ليفل الوحش. انت بشره جافه لازم ذا اوردينري بتنصح ان انت تبداي بتركيز الجرانكتيف ريتينويد انسكوالان بتركيز 0.2 وبعدين 0.5 وبعدين تروحي للريتينول 1%، وبعدين تقدري تنقلي على الريتينال. اما بقى لو انت بشره دهنيه هتستخدمي نفس تدرج التركيزات، ولكن بدل انسكوالين هنخليها الايمالشن عشان ده اللي مناسب لنوع بشرتك. بنستخدمه كام مره في الاسبوع؟ بنستخدمه مره واحده بس في الاسبوع في الاول، وبعدين ممكن لحد مرتين في الاسبوع، وما نكترش عن كده ابدا. قد ايه؟ حبايه قد البسله بالظبط، ده اللي نقدر نستخدمه من الريتينال. طيب هل نستخدمه على طول؟ لا طبعا، لازم نعمل الاول باتش تيست زي ما احنا متفقين، اختبار الحساسيه ورا ودننا، ونسيبه 24 ساعه نشوف لو في اي تهيج او تحسس حصل قبل لما نستخدمه على وشنا بالكامل. وزي ما اتفقنا الحبه اللي قد البسله دول بيتوزعوا 13 نقطه على وش الكل، وفرد كده بسيط قبل النوم بساعه. طبعا ما بنجيش ناحيه منطقه مدار العين، ما بننساش واقي الشمس الصبح، كل الحاجات اللي بنقولها كمحاذير للاستخدام من فيتامين ا. ولكن مهم اقول ان الريتينال بتاع ذا اوردينري ده ما ينفعش نستخدمه مع الكوبر بيبتايدز، ما ينفعش نستخدمه مع فيتامين سي، ما ينفعش نستخدمه مع اي احماض دايركت او احماض زي جلايكوليك اسيد، ساليسيليك اسيد وهكذا. وطبعا ما ينفعش نستخدمه مع اي حاجه تانية مشتقه من فيتامين ا، ريتينول بقى، اكريتين، ادابالين، كل الحاجات دي ما ينفعش خالص. زي ما احنا متفقين ذا اوردينري مقاطعه، فبالتالي لازم هنشوف البدايل اللي ينفع نستخدمها سواء من شركات كوري او من شركات تركي او من شركات فرنساوي غير مقاطعه، وده اللي انا هقوله لكم دلوقتي. نمبر 1 اللي انا فعلا برشحه على طول وشايفه انه رائع وان شاء الله هجربه معاكم الفتره الجايه، هو الكي بيوتي سول 1988 او 1988 زي ما معروف يعني. ده جواه لايبوزومال ريتينال تركيزه 2% وجانسينج. كل الناس اللي استخدمته بلا استثناء بتقولك ده احلى ريتينال استخدموه، فده اللي انا هرشحه وبقوه يكون بديل ذا اوردينري. تاني واحد هو بتاع افان منزله ريتينال، وافان مش مقاطعه على فكره، ده ممكن برضو نستخدمه. في واحد تركي من براند مينيماليست طبعا كلنا عارفينه، وهو ريتينال 0.1%. اكيد ميديك 8 طبعا منزلين ريتينال كريم برضو كل الناس تشكر فيه جدا والفيدباكس بتاعته هايله. اخر 2 يوث تو بيبل ريتينال معانا ياسينامايد، فده بيتهيألي تركيبه قويه قوي ان اي حد يجربها.
وطبعا ريفوكس ريتينال سيرم. وريفوكس على فكره من الحاجات اللي ان شاء الله هنجرب الرينج بتاعها كله، هنعمل عنه حلقه منفصله قريب جدا، لان انا تواصلت مع الشركه وباذن الله هجيب كل السيرامات بتاعتهم واجربها واديكم فول اونست ريفيو زي ما بنعمل دايما. فانا بصراحه متحمسه اكلمكم على الكي بيوتي ريتينال سيرم. لو انتوا عايزين ده اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ولو عايزين اي برودكت اتكلم عنه الفتره الجايه طبعا سيبوا لي كومنت، هنبسط جدا. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم.